النقرس واليوريك اسيد. ايه هو النقرس؟ النقرس مرض بيسبب الام في المفاصل بسبب ارتفاع اليوريك اسيد في الدم. اليوريك اسيد ده بيجي منين؟ بيجي من تكسير ماده اسمها البيورين. البيورين دي بتبقى موجوده في اكلات حيوانيه واكلات نباتيه. الشق التغذوي بيعتمد على ان انا ازود من المأكولات اللي بتقلل ارتفاع اليوريك اسيد في الدم، واقلل من المأكولات اللي بتزيد من تكون اليوريك اسيد في الدم. طبعا الناس كلها عارفه ان اللحوم هي السبب الرئيسي لارتفاع اليوريك اسيد، وده طبعا صح. اللحوم الحمراء. من المأكولات الاخرى اللي بتزود اليوريك اسيد في الدم هنقول السكريات زي سكر الفركتوز خاصه اللي موجود في الحلويات، المشروبات الغازيه، المشروبات الكحوليه. من المأكولات اللي بتقلل ارتفاع اليوريك اسيد في الدم الفواكه وبعض انواع الخضروات اللي هي الغنيه بالمغنيسيوم زي البطاطس والذره والافوكادو. ومن هنا زيارتي لطبيب التغذيه العلاجيه مهمه جدا عشان يتابع معايا حالتي الصحيه ويحدد الاكلات الخاصه بيا والاكلات اللي انا المفروض اكلها او ابتعد عنها.